السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عملنا مع بعض المقرمشات الجميلة ديت، سهلة جدا وبسيطة وروعة، ومش قادرة اقول لكم على الجمال. سامعين القرمشة وبتوابل ممتازة جدا كده في البيت وفي المطبخ بتاعنا، هنعمل أحلى مقرمشات. يلا بينا بقى نخش على الطريقة. ودلوقتي معانا هنا حلة على النار فيها ميه بتغلي، هننزل بمعلقه ملح. ومعايا هنا مكرونه قلم، اي نوع مكرونه تحبي تعمليها ممكن تشتغلي بيها، بس القلم يعني كبيره شويه هيبان فيها القرمشه بقى اكتر. والمكرونه هنا مش هنسويها سوا كامل، هنسويها نص تسويه كده بس. وكده المكرونه ما شاء الله استوت اهي، مش مسويها قوي زي ما حضراتكم شايفين، نص تسويه بس. هقفل عليها واصفيها ومش هغسلها. المكرونه ما شاء الله اهي، انا بس صفيتها من الميه بتاعتها، هي سخنه هي على فكره، وقلبتها تقلبتين في المصفى بحيث ان هي تصفي ميتها خالص. وهنزل بقى بدي معلقه التانية. عايزه اغلف كل المكرونه دي بالدقيق خالص، بقلبها بقى كده، مش عايزه المكرونه اللي هو يعني تبقى باينه كلها، تبقى متغلفه بالدقيق، مش غزير قوي يعني. وهنا طبعا انا صفيت الدقيق، حطيته في المصفى بتاعت الطاسه دي وصفيته والدقيق خالص. وهنقلبه كده بقى، اللي على الحروف هنجيبه بره، واللي في النص نطلعه عشان كله ياخد لون واحد بالشكل ده. سامعين التكتكه دي؟ ما شاء الله هتاكلوا احلى مقرمشات، قراميش يعني، او مقرمشات بيتي ممتازه جدا اقتصاديه. ما شاء الله لما نوصل للون ده بقى كده نطلعها. شايفين الجمال؟ وهي لما بتطلع على فكره بتحمر اكتر. بسم الله كده، ما شاء الله المكرونه بتاعتنا اتحمرت. وطبعا احنا هنا حطينا مناديل عشان اي زيت. هنا معايا رشه بابريكا، رشه شطه، رشه توم باودر، رشه ملح. هنزل بكل التوابل ديت ايه، وهنشيل المنديل بالشكل ده عشان لو في اي زيت. وهنقلب كل التوابل الجميله. سامعين القرمشه؟ سامعين؟ ما شاء الله روعه، حاجه اقتصاديه بقى. واحنا في الشتاء كده بالليل مش عارفين نتسلى في ايه، نلاقي حاجه نتسلى فيها. ايه رايكم في الجمال ده؟ وده شكل المقرمشات بتاعتنا بعد ما عملناها، ما شاء الله جميله روعه، والطعم خيال، حاجه كده ممتازه جدا، والقرمشه فوق الخيال، حاجه كده قنبله ما شاء الله. متنسوش بقى الاشتراك واللايك لو اول مره بتشوفوني، وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.